والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعت لكم في فيديو جديد. النهاردة نلعب لعبة اسمها بس يا جماعة هي اللعبة اسمها قدامكم اهي. تعالوا نلعب. ماشي. مش انا اول مرة العب اللعبة دي. فيرست بيرسون مود سيرس. طبعا يا جماعة عبد الرحمن، انا نفسي اصمم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، لكن كل الادوات ترى بس يا جماعة تكون الجرافيك الريدستين ده. الله، القصة الأولى في قصص بس سيد الوجه الأحمر. ده الجرافيك ده يا عم، احنا خدنا ماينكرافت لغاية. مين دي؟ دي ماما؟ الابن. أمي تأخرت ثانية. وماذا الأم وماذا في ذلك؟ كنت مشغولة في العمل. لا يمكنك أن تشفق على قليلا؟ أيوة، حس بي يعني. لكن يوم عيد ميلادي. أوه. طبعا أعرف ذلك. لا، أنت ما تعرفش حاجة. أراهنك إن أنت ما تعرفش حاجة بقى. إذن أين هديتي؟ أتوقع يا جماعة إن اللعبة دي لعبة رعب على ما أظن، لأن الجرافيك بصوا تحسوه ماينكرافت أصلا. سمعت من قبل قصة السيد الوجه الأحمر. في وش برتقاني بقى برضو. في كل حفلة عيد ميلاد يترك سيد الوجه الأحمر هدايا للأطفال المعذبين عندما يخلدون من النوم. حقا في السيد الوجه البرتقاني ده، قصدي الوجه الأحمر ده، بيجيب هدايا للناس اللي هم معذبين. والله فكرت شرير. الأم طبعا. إذا أردت هديتك عليك خلود اللوم سريعا. حقا سأذهب النوم حاليا يا أمي. ده أنا. إيه ده؟ مين ده؟ ده بابا. أنت تخدعين الفتى مرة أخرى. وكم مرة أتيت للمنزل مؤخرة. أنت لا بتخونك يا حاج. كنت أعمل وانتهيت نوبة مش عارف ايه ولا به ولا بصوص مش عارف. عملي مؤخرا. رب هراء. لا تظنين إنني أحمق. ألست كذلك؟ وانت يا الفائدة. عد لغرفتك. غرفتك في هذا وتصنت على أحاديثك. خلاص يا بابا، حاضر. راح اتخمد. يا رب اتخمد ومعيش في العيلة دي تاني أصلا. يلا. هو انا بمشي كده ليه؟ دي الأوضة؟ ما أعتقد في الباب. معرفش سيد الراجل الأحمر هو تقريبا اللي قفله ولا إيه، مش فاهم. نايم بقى. هنحلم بإيه؟ يا رب سيد الراجل الأحمر البرتقاني دي، ولا معرفش وجه ايه، يجيلي يديني هدية. بس أنا مش عايز اتخض يا وجه يا سيد الراجل البرتقاني انت، ولا معرفش سيد الراجل الأزرق انت. بلاش ابص. ما خوفنيش اكتر ما انا اصلا قاعد بترعش. طب وماما وبابا هيصدقوك ازاي يا جدعان؟ يبقى بلاش ابص. بالله. واسيب هديتي يا عم غرفة 1060 ده. والله لو اتحطيت في امر الواقع كده انا هموت نفسي. بيقول لي هتظهر بعد. طب استنوا. طب خلينا يا جماعه نشوف ايه اللي سابولي في الدولاب ده المعفن اللي معرفش كرافكم ماين كرافت ولا معرفش. هنا تقريبا. لا دي هدايا من سيد الوجه الاحمر. لا دي من سيد الوجه البرتقالي. بس يا جماعه بس معلش. مستحيل. صدقني انا كمان معرفش اصلا ازاي اصلا اللعبه دي. ايه بتتكلم؟ دمية اهلا، انا رون. قريب لماذا يمكنك الكلام؟ يعني ايه المنظر ده؟ طبعا فانا مصنوع من السحر. انت حتى تمتلك نفس اسمي وشكلي.
الدمية هذا صحيح، صنعني سيدي لأجلك فقط. أنا لك عندك ليست ثابتة بقى، مش فاهم ايه ده. لا بأس، سيدي بيقوم بهذه الأخطاء أحيانا، كما أن هذا مجرد عيب صغير مقارنة بالدمى الأخرى. الدمى المهم هو إني أتصرف أن أقول عز ذكرك من الآن. هي هذا رائع. هل تود أن تلعب شيئا سويا؟ لنرى. كان سيدي وضع ألعابي في الخزانة اللي هو الدولاب. يمكنك أحضرهم دي من عينيا يا باشا. انت بس تمر وانا ما يفتحش ليه. من لا زلت الخزانة عالقة. يمكنك محاولة ثانية. طب نحاول ثانية. نحاول ثانية. حاولت قدر المستطاع، لا أستطيع فتحها. أتريد القيام بشيء آخر؟ أنا جائع. إيه؟ كمان بتاكلي؟ أنت دمية، كيف يمكنك حتى أن تأكل؟ لا، أنت من سيأكل الطعام. طبعا مش جعان، لكن سيكون بإمكاني الشعور بما أكلت. يعني أنت بتحس إنها بيا؟ لا والله حنين يا جماعة. بيلا يظهر الإعلان بعد مليون ثانية. بقى كملت في الفيديو بعد يا جماعة ما خسر الإعلان بعد نص ساعة. الولد هذا مدهش. طب يلا المفروض بقى نروح فين بقى؟ نروح ناكل. طب وماما وبابا ازاي كده مش موجودين؟ أكل مطبخ هنا. يلا نقعد أنا وأنت ونطفح، نشوف نطفح الليلة دي. استنى يا عم أجيب لك أي حاجة نطفحها. يلا افتح التلاجة. ايه ده؟ بس ايه رأيك ده كله يا عم؟ افتح التلاجة نشوف فيها ايه. ايه ده؟ والله ما اعرف ايه ده. شكرا يا تلاجة معفنة. يلا بقى راح اديها. يلا نطفح. اطفح. مش عارف احطها فين. احطها في الفرن كده. ما اعرفش اعمل حاجة لنفسي كده. يا عم بغلاف لك اهو، مش حد قدك يابا. بتاعه. يلا ناكل نطفح انا وانت. يلا نطفح. يلا. هذا الطبق المفروض لك أزيد رؤيتي أقوم ببعض السحر. ايه ده كمان بيتسحر أبوه؟ نعم أرجوك. طب أنت بتقول كده ليه؟ يا حاجة إذا سأشعل هذا الطبق ما يخلصش دايما، يعني ما ياكلش. لما تنتهي من تناول طعامك سيعود الطبق إلى حالته الأصلية. هتنضفي يعني ولا ايه؟ بيقول لي أنا هرجعهولك تاني، هرجعهولك في أكل تاني. طب يلا اعملها بقى راجل واعملها. واو، كم هذا لا مذهل. ماذا بإمكانك فعله أيضا؟ تعملي تاني. الله يخرب بيتك. فين بقى اللي هيشرب؟ انت ازاز. بلاش ابص يا جماعه. بص بعين واحده. لقيت في حاجه هتحصل. مش قلتلكوا في حاجه هتحصل؟ مش قلتلكم؟ اتكسرت ازازه. عندك حق. يقول لي ازازه اعلان بعد 30 ثانيه. يلا والله شكلها يا جماعه الدنيا دي مسكونه. بعد رقص من ايه؟ ولا الزجاجه يا امي وابويا بلاش. اما انه ما زال نائمان. الدنيا ابيك لا تغلق بشأن هذا أخذ السيد لمكان بعيد أحسن. ما الذي قلته؟ طب بعمل ايه؟ أخده ولا أعمل ايه؟ مش فاهم. هتخمد. طب الأرض فيها ايه؟ انت جيت أنا منين يا عم؟ أين أبي؟ كما قلت ودور سيدي بعيدا. لماذا؟ أحسن يا عم. انت بتقول ايه؟ لأن أبيك رجل سيء. والله عندك حق. هذا يصرخ عليك ويضربك. يلا. الآباء مثله ينهي مما عطوا يحبسون من قبل سيدي لحمد أطفال الذين مثل. والله سيدك ده يا عم بص هسقف له. لكن يكفي هذا كثيرا. أبي لا يستحق ذلك. إنه رجل سيء يا عم. لا هذا ليس صحيحا. أرجوك. هذا يا عم انت بتقول يا عم اقعد يضرب تاني. حسن لكن سيدي لن يعجبه هذا. الطريق إلى حسي يسجن بولدك بعيد. ستضطر إلى استخدام طريق مختصر إذا أردت إنقاذه في أسرع وقت ممكن.
وريني الطريق، وريني يا عم الطريق عشان اروح انقذ الراجل ده. هتلاقيه مختصر داخل خزانتك. طب فين خزانتي ايه؟ طب نشوف الخزانة دي ما تتفتحش الحمد لله. ولا عارف لو اتحركت من مكانك انا ممكن اعمل ايه؟ طب ما تيجي معايا، تعالوا معايا بس هقولك. يا جدعان بلاش اعلانات بقى، عزيت اعلانات. يلا يا جدع تعالى نروح، ولا اقول لك ايه، خليك قاعد هنا ها. كبريت سعيد الراجل البرتقاني ده. تكيت انا منين بقى؟ افتح الدرج ده. ما بيفتحش اقسم بالله فتحته. نزلت تعاني من فتحي والله. هذا موتي يفضل عليا سلام خزانة والديك اذا. طب تعالى انت بتيجي يعني اصلا ما اعرفش بتيجي ازاي. سيد الراجل البرتقالي سيد الراجل الاحمر ده بيجي. يجب معرفة ان هذه الخزانة يمكن ان تجعل كبوابات، يمكن ان ينقلك الى اي مكان تريده ويشمل ذلك من المعجوز فيه والدك. جربها. طب ماشي اجرب. افتح ده. فتحته. فين البوابة؟ يوجد شيء تحبسني. ايوه صحيح. نسيت اخبارك. عايز تقول ايه تاني؟ هناك بعض الخطوات عليك فعلها حتى يفتح لك هذا الطريق المختصر. احضر الراديو الخاص بوالدك امام الخزانة. الراديو فين؟ انت مقلتليش. طيب انت عرفت اصلا فين الراديو؟ نشوف بقى هنا الاول كده. في راديو هنا. في راديو. ناخد بقى الراديو ده نحطه فين يا باشا؟ يا ابني اهو هنا. دمي سيعمل هذا الراديو كزر المصعد ثم اختيار التردد الصحيح أولا. إذا اخترت التردد الصحيح سوف تفتح خزانة المكان الذي تحتاجه. يلا نختار التردد. بسم الله. هو بيسمع حاجات دي؟ في صوت مش حاجة يا عم. لازم المكان صحيح. نجرب مرة أخرى يا عم انت. مش عايز اروح. لا بلاش ابص. مش موجود. يا جدعان بقى حلولي بقى اعلانات بقى. يلا بس يا جماعة يلا نختار التردد. يا رب ده يكون. يلا افتح يا عم. ده يا باشا ولا لا؟ اظن ان هذا هو المكان. عارف لو كتبت مجهز زي بسبب. طب تعالى معايا طيب عشان لو سايق جواك البرتقالي ده عجبني يبقى انت تيجي معايا. انت راجل والله. خلاص يا جماعة هو ما بيعملش اهو يعني. شكرا يعني. دخلت المكان. الله دي غابة مش مكان. يا ترى الغابة دي الله في قط تاني وايه يا جدعان؟ طب اهو اكلمه بقى اقول له فين بابا. ما الاخبار؟ مش كويس. انا ابحث عن اهلي. اوصل. ابي يدعى بروس ابويا بورس. قصدي بروس. انت ابني وجه الاحمر برضه. لحظة. معلش يلا شوف بقى البروس ده ولا اسمه. هناك عديد من الاشخاص يدعون بروس. اي صفات اخرى؟ طب قول يا عم. انا نتحدث على بروس. طيب ام سيء. الحقيقة ابي من النوع الذي يتعصب قليلا. بروس سيء. اذا دعني القي نظرة. يا عم. ما انت مش هتلقي مين اللي هيلقي. لازم هناك عديد من الاشخاص السيئين يدعون بروس. لا يوجد صفات الدقة الأخرى التي يفعلها. ويصرخ كثيرا. هذه ليست معلومات كافية. أحيانا يضربني ويصفع لي أيضا. مش عارف ايه يصفع لي. يعفصني يحطني تحت رجله يعني مش فاهم. وماذا بعد؟ هذا كل شيء. الباب وراءك. فين ورايا اهو. ايه النار دي يا جدعان؟ عايز اشوف فيها ايه. تحبوا عليه. لا ما خفتنيش. من انتم؟ اصحاب مسلم تماما. نبحث عن والدينا. سوف نبقى هنا قليلا. تريد الانضمام معنا؟ لا يا عم. لا بأس لك ولا حاجة. حلوا عني بقى على هاد يا جدعان. انتوا ناس والله ايه. يا جماعة بقى خلاص انا داخل لابويا عشان يطحني انا وسيد الاحمر. بابا اهو. انت بتعمل ايه يا ابي؟ أرجوك توقف عن معاقبتي. يا عم أحسن يا عم. أجد قصك ليه؟ أبي إنه أنا. أرجوك توقف. والله ما أنا وجه الأحمر. أنا ابنك والله.
ما الذي فعله بك؟ هذا ماذا قبل أن يأتينا سيد الوجه الأحمر ولا سيأخذنا نحن الاثنين. تعالى يابا. برضو لا خليك هنا بقى، أنا طالع يا عم. استنى لما أشوف ايه اللي عنده. ايه ده، أقدر أخده؟ تعويذة. تخدوني ليه؟ أنا مش فاهم. ده أنا ماما كنت فين يا حاج؟ بتعمل الشكل اللي انت تحول عليا انا كمان؟ نعم بقى. طب انا مش هبص. بتكلمني بني، ما خطبك انت اللي ما خطبك. ما خطبتنيش يعني. الحمد لله. لماذا انت مختبئ في الخزانة؟ اخذ سيد الوجه الاحمر ابي. زعلان. طب يا عم المفروض تفرح. اوه، هذا امر مفرح اذا يا جوزك مخطوف وده فرح. انت اكيد بتخوني يا حاج. انا لا امزح. انها قصة ولد عيني اصلا. كيف حالة بيتك فوق اليوم؟ ايه ده؟ اهو على ما يرام. يا جدعان هي عرفت من اصلا ان انا عندي دمية. دميتي امي كيف تعرفين بشأني؟ طبعا عارف بما انك لم تأخذ دواك اليوم. واللي دخل دواء ليست اول مرة تعاني من هلاوس كهذه. كل مرة تحكي قصة مختلفة. العالم المشكل دائما هي دي تغلب القصة الغريبة. أنا أتذكر الأوقات السابقة؟ لا، أنا لا أدري ماذا هناك. عودي إلى الكراسة فحسب المنتصف النيت بالفعل. حلولي على بقى حلول. ماشي يا جماعة. أمي قالت لي إن أنا المفروض أروح أوضة عشان أنام. مش عايزة أنام، عايزة ألعب شوية. لازم أنام برضو. طب نخش ننام بقى يا جماعة عشان خاطر ايه انا السلام. اخواتي عاملين ايه؟ يلا اقفل الباب المعفن ده ونروح ننام. انا ما انامش يا عم. تخش يا جدعان على الخط اللي هو عم ياخدني ده. انت تعمل ايه يا اخواتي؟ عايزين نعمل الام ماذا جرى يا حاج؟ انت كل ده ما شفتيش الوجع اللي كان يخطفني. لعبة ايام. التربية السيئة. هل انت بخير؟ لا مش بخير والله. ما هذه اللعبة؟ ما مسكوني بقى عشان انا والله خططت. شنو هذه اللعبة؟ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماما ما تخدنيش بوشك كل حبوب ده. هتشرب بتحسن؟ قال لا. نعم يا امي. ده انت راجل والله مش عارفه اقول ايه. كان هذا الوزن هتشتم ولا ايه؟ لا تخف. اخذ عطلة غدا اللي ابقى ولا اللي اعتني بك. هي ماما تاخد اجازه بكره من الشغل عشان خاطر تعتني بيا. يا اخي استبيان. حول ولا قوة الا بالله. حقا عادين بذلك وعدين يا حاج. عادك. أخلد إلى النوم أنام. حاضر أمي. أنام في سرير ماما وبابا يا جدعان. هي تربية سيئة حاضر امي؟ سيظهر إعلان بعد 5 ثواني. خدوا بالك يا جدعان. أمي راحت الشغل. أنت مستني يا جماعة في الفلاش إعلان. اقفل يا جدع. طب ما تقفل يا جدع. ماما يا جماعة سابتني وراحت الشغل. كسرت هذا. ماما يا جماعة خدتني يا جماعة الوعد. خدت الوعد ولا هي ممكن برا؟ فين طب انا واحد فيها بت انت ايه؟ ما عمل كده؟ ايه اللي حصل له؟ ماذا حدث لك سيدي؟ قم بضربني ضربا مبرحا. مجرحا اهو. مجرحا؟ والله ما في ايدي يا بنتي. لم يكن بس خلاص راحت بما حدث أمس. انا اسف، هذه غلطتي. احسن يا عم تيجي بتاخد غيرها. هل رأيت امي اخذها سيدي بعيدا برضه؟ يعني انا كنت رايح ابويا عشان يبقى امي وابويا.
ابن ماذا؟ هذا ما حدث فحسب. آسف لم أستيقظ. يجب أن تهرب لأنه سيعود ويأخذك أنت كذلك. لا علي إنقاذ أمي وأبي. كيف؟ ألا ترى ما فعله بي؟ يعني أنا طيب يا جماعة بشوف أنت وزن أنا خدتها ما سيد الوزن البطولي ده خضني. أنا تخطف في يعني يا جماعة ده خاطف أمي وأبوي زيت الوجه الأحمر. هذه هي عاوزة لهزيمة سيدي. هي دي اللي هتهزم الوجه الأحمر وآخد حق أمي وأبويا وأختي وأخويا ولا معرفش أنا معرفش أصلا ولا أخت ولا أخ. هيا أسرع إلى خزان علينا أن نبحث عن مكان احتجاج والدك. نروح بقى أذهب للبتاع بس أنا مش ناقصك. بعيد يا مريم بعيد يا مريم ما تبليش قدامي. يلا ادخل يا معلم عشان تترلس انت كمان معاهم. ايه التعويذة في ايدي والباب هناك. قاعدين مستنيين ايه يا رجالة؟ مالكم؟ بصوا عليا. بيبصوا عليا. هو قالوا لي ان انا بس انا عامل تلبيسة وهو هناك واختبئ. اختبئ بسرعة. ازاي الوجه الأحمر يختبئ انا كمان؟ يا رب تعويذة تكون شغالة. يلا اختفي يلا. هجيب بقى الراجل البرتقالي ده يتهزم ولا لا. الصوت رجله عامل زي يعني مش عارف انا هو فرخة ولا مش فاهم. ها ولا فين نهار اسود اللي حصل يعني هما بيرجعوا ظهروا اعلان وبعدها ثانية تنام في الفيديو. طب يا جماعة مش عارفة انا رايح فين ولا جاي منين بقى. اصل الدنيا دي معرفش ماتت ولا مش مديانة يجي طب انا ما هطلع اجري بقى فين اللعبة بتاعتي؟ ما الذي يحدث لك؟ هتموت انت في اخر يومين ليك. روح بقى عيش اختار بقى اخر يومين ليك دول. لقد هزم سيدي وسحره والذي وضعه على سمعه. هل انت تختفي؟ لا بأس هذا ما ارتقي. هي اخرج كي ترى والديك. اذا قصت ماما وبابا وانا بالحجم الصرصار. فين ماما وبابا؟ اهم ولا ده بابا بس؟ ده بابا تقريبا. اهي ماما زي الرجالة قصدكوا. ابي امي انتم احرار الان. يا راجل يا معفن انت كنت مع رجل اخر. والله كنت حاسس حاج انت عندك حق. كنت حاسس ان هي بتخونك من اول اصلا. قلت كاني كنت مشغولة بعملي. كذابة. عملت تلك العائلة لرجل آخر ألا تدخل مع كذب أمام ابنك. أنا قدامك يا ولية. لا أنا قصدك يا ولية. وماذا عنك؟ هل تظن أنك أفضل مني؟ حتى ريح بطه معفنة. أنا ولا أي نوع من الآباء. أي نوع من الآباء. أنا كنت بعفره وليس من شأنك. ما زلت أحضر البال لدعم وتربية أبوي. وإن كنت لا تزال تظني أني هاجرة فأنت تضع نفسك في مقام أقل من حتى أنت كلمتي إيه هتشتغل حسن إذا ولا سأحصل على الإطلاق. هي بدل هذا المنزل ماما هنا وانا سوف اخذ ابني لا خديني معاكي بالله عليك يا حاجة. خديني معاكي انا زي سنة على بعد 3 ثواني. طب استنوا. طيب يا جماعة مش عارف استنى فين ولا مش عارف. بابا تقريبا نايم. الحاج قاعد هنا اهو عايز يلا. دي خمرة والله شكلها. جماعة بابا بعد ما شرب هو طلع الوجه الأحمر. ايه ده بابا الشرير ولا الطيب مش فاهم انا.
طب اروح فين بقى؟ اروح اوضه انام. طب يلا بقى. السلام عليكم علينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ سجاير يا مريم. ده بابا. انا لا. يا في ايه ده؟ قتلني ابوك قتلك؟ في اللعبة. لا يا جماعة. عندك يزور. طب يا جماعة دي نهاية. شو ده؟ طب انا مين بقى؟ انا بلعب بمين طيب؟ لا 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 يمكنك ان تكون هذا صحيح. انت بنت بعيد اصلا. اسف جدا يا رون. سيظهر يا عم دي اخر حتى يا عم. يا جماعة انا طب انا برضه لسه بلعب. طب انا اروح اشوف جثتي انا بقى. اروح اشوف الجثة. تقريبا الوجه البرتقاني ده حطها هنا. قصدي وجه لحم. اقسم بالله العظيم ده انا بلعب بمين بقى؟ انا معرفش. هل هذا انا؟ امال يكون عمك يعني؟ Turn your volume. معرفش يا جماعة هو جاب لي دي منين بس اوكي. لا 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 لا. طب ده مين ده؟ ده جزء العالم مني. حاولت إنقاذ مني أشياء وتقصص ولكن أنا والله لا ميت. لا إن هي دي. فين هي المؤسفة دي؟ تيك توك. بوم. بصوا يا جماعة مش هاكل كل ده اوريدي. دي تقعد سنتين عشان كان مضى عليا وفاتي 14 يوم. 14 يوم. لا يمكن أن يكون الملك هذا الوقت ما الذي حدث حقا لوالدي. بالنسبة لوالدي هو يكتشف في فندق رخيص. مش عايز الحق. في بقى سيد الراجل الأحمر هياخدني صح؟ يا بابا ده أنا اللي مت بس أنا مش عارفة. بعد لما انسى مع الأبي اجي انا عايش. انا اللي مت. والله يا جدعان انا فاهم حاجه بقى يا جدعان. هذا صحيح لانها لم تتواجد في المنزل الا متاخرا في الليل مع الرجل التاني. ولكن مين بقى اللي بيلعب؟ بني. لا جثتي. لا جثتي. تعالى. لا جثتي. تعالى بقى مع مين؟ مع امك. تعالى مع امك. دول الشرطة. دول جايين كده حول مكان اختباء زوجك. لا بتقول لا. بتقول لا. لا هو انت فين عينك يا ابو؟ ده كده التعويذة. دي التعويذة اللي انا رميتها عشان خاطر لما كنت عايشة يا جماعة. كنت رميتها على سيد الراجل البرتقال زي الراجل الاحمر ده. انها بتاخد حجز الفندق. دي حجز فندق. لكن بس متأكدة انها ملكي. فين عينك ولا فين شعرك ولا فين بقك ولا فين مناخيرك؟ دي نهاية اللعبة؟ مستحيل دي تكون النهاية. ما في جزء تاني على بعض. ده الأب صح؟ ده الأب تحول دي دفنتي.
احتفلوا. اتقتلت بسبب ابويا. ده انت مين بقى؟ انت مين؟ ما تخزمنيش. انت اللي المفروض في التابوت. معرفش بقى انت صحيت ازاي ولا جبت منين، ولا انت روح بس ولا إيه؟ مش فاهم. اهلا بيك. ببص عشان هتخض دلوقتي. ايه ده؟ هي الاغنية من عصر الحجر دي. وانت عارف النار اللي انت بتعذب في النار يعني. تعذب بتشاور بعد ليه يا جماعة؟ انت المفروض تكون مات. انت صحيت لي تاني. انا مش هقول لهم ليه بس في النور. يلا بقى. بيوريني السما ليه؟ زين النهاية. لا بس صراحة تخوف على ما يعني لما صار الوجه الأحمر ده يحصل تعلم تخط يعني على ما أعتقد إن دي قصة حقيقية. بس كده كان فيديو النهاردة بيكون عجبكم وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي ويلا سلام.